الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى ونبيه المرتضى، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على الخلائق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين عاشوا على سنته وذبوا عن شريعته وماتوا على ملته وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها المسلمون، لقد أكرم الله تعالى العالمين بإرسال خاتم النبيين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشرف الناس نسبا وأكرمهم حسبا، وهو أكملهم خلقا وأعظمهم خلقا. قال واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. وفيه قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. إنه خاتم الأنبياء وصفوة الأصفياء وسيد المرسلين وحجة الله على العالمين، وخطيبهم إذا وفدوا وإمامهم إذا وردوا، صاحب الحوض المورود وحامل اللواء المعقود، والمكرم بالمقام المحمود، ذو الغرة والتحجيل، المذكور في التوراة والإنجيل. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. رواه ابن ماجة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. محى الله عز وجل به الكفر، وعلى أثره يحشر الناس يوم الحشر. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا الماحي الذي يمحى بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب. رواه البخاري ومسلم. والعاقب أي الذي ليس بعده نبي، بعثه الله على فترة من الرسل وانتكاس في الفطر وانحراف في الملل، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، فوحد به العرب بعد تفرق، وجمع شملهم بعد تمزق، حتى أضحوا خير أمة أخرجت للناس، وصاروا سادة الأمم بعد أن كانوا رعاة للغنم. هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث يحياه،
زكاه الله في عقله ودينه وهدايته فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه في لسانه وصدقه وأمانته فقال وما ينطق عن الهوى. وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك. وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه في سمعه فقال قل أذن خير لكم. وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في علمه فقال علمه شديد القوى. وزكاه في خلقه باطنا وظاهرا فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وزكاه كله فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معشر المؤمنين، إنه صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة والبشير النذير والسراج المنير. وصفه ربه بقوله الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل رأف بالإنس والجن والحيوان. شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره في الحياة وبعد الممات. فجمع اسمه مع اسمه في التشهد والآذان وفي الصلوات. أقر عليه بالنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. جمع المكارم كلها وضم المحامد جلها. فهو الجواد الذي لا يرد سائلا والكريم الذي لا يحرم نائلا. عن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. رواه مسلم. ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي المرحمة والملحمة رحمة وحكمة علم وعمل عزة وتواضع. أقال الله به الملة العوجاء وأخمد به حروب الجاهلية الشعواء. فتح به أعينا عميا وآذانا صما وأنار به العقول وشرح به الصدور. فتح به أبواب الجنة وطرق العلم النافع والعمل الصالح. فأصلح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورحمته للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه. معشر المسلمين، إن من واجبنا الشرعي تجاه النبي صلى الله عليه وسلم
أن نقوم بحقوقه من الإيمان به ومحبته وتقديمها على محبة الخلق كلهم، وتقديم أمره وقوله على أمر غيره وقوله. ومن حقه على الناس أن يحب ولا يسب، وأن يطرى بالخير ولا يذكر بالشر، وأن يحسن إليه ولا يساء، وأن ينصر ويوقر ويبجل بلا غلو ولا جفاء. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن صدقت محبته صدق اتباعه وطاعته، وإنما نراه ونسمعه من محاولات لتشويه سمعته وإساءات رخيصة للنيل من شخصه وأتباعه ومن رسالته لهي إساءة للخير والحق والفضيلة، ودعوة للشر والباطل والرذيلة، وانتقاص لمن وصفه الله بأنه رحمة للعالمين، وانتهاك لحرمة من جعله الله خاتما للنبيين. فوجب على المسلمين أن يدافعوا بالطرق الممكنة المشروعة عن شريعته، ويدبوا عن ملته ولا يحيدوا عن سنته. عباد الله، إن المسلمين يتابعون باستياء بالغ الرسوم المسيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي تتحدى مشاعرهم وتستثير ضمائرهم وتنال من دينهم وتسيء إلى نبيهم، وهم يرفضون تلك الإساءات الرخيصة المتكررة، ويدينون بشدة تلك الممارسات المسيئة المتهورة التي لا تصدر عن عاقل وحكمة ولا عن وعي وفطنة، ويدعو إلى وقفها وترك التطاول على الإسلام والإساءة لنبيه عليه الصلاة والسلام، واحترام مقدسات المسلمين وقيمهم. وقد كفى الله رسوله المستهزئين، فقال سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وهذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل سبحانه، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله، وإن مبغضه لإلى هلاك وذل مهين، فهو المقطوع من كل خير في العالمين. قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. والله ناصر نبيه وناصر أتباعه وأوليائه وخاذل مبغضيه ومنتقصيه وأعدائه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا محبته وطاعته، اللهم ارزقنا اتباعه وأحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.